واعترف له روميو بأنه مغرم بفتاة تدعى روزالين وهي لا تهتم بمشاعره، فنصحه بنفوليو أن ينسى هذه المرأة ويجد امرأة أخرى أفضل منها. وفي هذه الأثناء سعى باريس وهو قريب للأمير إلى طلب يد جولييت للزواج. ساعد والدها كابيولوت بهذا النسب جدا، لكنه طلب من باريس الانتظار لمدة عامين لأن جولييت لم تبلغ 14 بعد. وأقام حفل تنكري حتى تتعرف جولييت بباريس، وأرسل خادما وأعطاه قائمة بأسماء الأشخاص المدعوين إلى الحفلة التنكرية التي كان يقيمها بصفة دورية. دعا باريس إلى الوليمة على أمل أن يحاول باريس جذب قلب جولييت. قابل روميو وبنفوليو اللذان كانا ما زالان يتناقشان في أمر روزالين خادم كابيولوت كان يحمل قائمة الدعوات، لكنه لم يكن يجيد القراءة. طلب منهما أن يساعداه، فاقترح بنفوليو أن يحضر الحفل لأن ذلك سيسمح لروميو بمقارنة حبيبته بالنساء الجميلات الأخريات